من غيره ومن غير ما الواحد بيدعي انا بحس ان البني ادم ده ميت. لا بفضل الله احنا النهارده وصلنا لاخر دعاء في السلسله بتاعه 20 دعاء في 20 يوم من رمضان، وعشان كده حبيت ان انا اختمه بدعاء قوي جدا كان الرسول صلى الله عليه وسلم حرفيا بيقوله صبح وليل. الدعاء ده يعتبر الحصن الشامل بتاع البني ادم اللي بتطلب فيه من ربنا كل حاجه. تعالوا نقوله مع بعض. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أختال من تحتي. الدعاء ده حرفيا احنا يعني مفيش أكبر ولا أحسن من إن احنا نطلب العفو والعافية من الله سبحانه وتعالى. فدي لوحدها أصلا كفاية جدا يعني. وبنطلب من ربنا إن هو يحفظ لنا مالنا ويحفظ لنا أهلنا ويحفظنا من كل الجهات، وكمان بنطلب منه إن هو يستر عوراتنا، يعني يستر عيوبنا، يستر أي حاجة احنا بنعملها غلط، أي حاجة بنعملها مش كويسة، أي حاجة فينا واحنا مش مبسوطين منها. فبنطلب من ربنا ان هو يستر عيوبنا ده و... ويأمن روعاتنا، يعني يحسسنا بالأمان من أي حاجة مخوفانا. فتعالوا نقوله كمان مرة عشان بجد الدعاء ده جميل. تاني، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، وأعوذ بعظمتك يا رب أن أختال من تحتي. أنا مبسوطة قوي قوي، الحمد لله الحمد لله إن أنا قدرت أخلص 20 دعاء، ويا رب يا رب يا رب كل الناس تستفيد بيهم ويوصلوا لأكبر قدر ممكن من الناس، عشان كلنا ناخد الأجر والثواب العظيم بتاعهم، وعشان يفيدوا ناس كتير. لأن بجد يا جماعة أنا الدعاء الواحد من غير دعاء بجد مش هتحس إن أنت عايش، مش هتحس إن الدنيا دي تسوى أصلا. يعني بحس الدعاء ده هو الدواء بتاعنا، هو الدواء بتاع الروح بتاعت البني آدم. ف والدعاء قوي، الدعاء قوي جدا، هو قوتنا، هو قوتنا بجد في الدنيا دي. فاللهم أصلح حالنا يعني يا رب يا رب يا رب، ونكون مصدر إلهام لناس كتير.